نحن ترنا فحياة أو ممات وأكدنا الأزمة انتهى الجزائر فشلوا فشلوا فشلوا. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. السلام عليكم ورحمة الله. رئيس الوزراء المالي الذي كان يستعمله أبواق المخزن كأداة للتحريض على الجزائر يقوم بتلاوة النشيد الجزائري عرفانا بدور الجزائر، والجيش الجزائري ينجح في تحرير رعية ألماني كان مختطف في النيجر. أهلا وسهلا بكم إخواني إلى هذا الموعد الجديد والمتجدد. إذن رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الذي كان أبواق المخزن سمعناهم كثيرا، حتى بعض الأحرار يتكلمون ويقولون بأنه يهاجم الجزائر وبأن الجزائر يتهمها بكثير من الأوصاف كلكم تعرفونها، إبان المشاكل بين الجزائر ومالي. ولكننا نعلم أن الجزائر هي كبير إفريقيا وهي كبير الساحل، ولا شيء يتحرك في الساحل إلا بإرادة الجزائر القوة الضاربة، شاء البابوني أم أبى، لأن الجزائر كانت ولا تزال هي القوة الضاربة. بالله عليكم، كيف يكون للمروك التي ليس لديها أي حدود مع الدول الإفريقية، يوجد لديها حدود مع سبتة ومليليا الإسبانيتين ومع مضيق جبل طارق والبريطاني، كذلك من الجهة الشرقية كلها الجزائر القارة تحاصرها، وفي الجنوب توجد الصحراء الغربية، يعني لا يوجد لديها أي حدود ترابية مع الدول الإفريقية. مع ذلك يقولون بأن المروك هي بوابة أوروبا نحو إفريقيا، وبأن المروك هي المتجذرة في إفريقيا، بينما الجزائر القارة، الجزائر التي لديها حدود شاسعة التي تخترق نصف قارة إفريقيا، يقولون عنها بأنها محاصرة وبأنها ليس لها بعد استراتيجي لدى الدول الإفريقية ولدى دول الساحل. دول الساحل لا تتحرك إلا بأوامر الجزائر، لأن الجزائر لديها انتماءات قبلية، لديها علاقات تاريخية، لديها حدود مشتركة، فكيف لك أن تقارن نفسك مع الجزائر؟ المروك استغلت شيء واحد، وهو في البداية أنبوب الغاز الجزائري الذي كان يمر عليها فقط، استغلته لكي تستفز وتأخذ امتيازات من الدول الأوروبية بواسطة الغاز الجزائري. ولأن الجزائر للأسف الشديد في الماضي كانت غائبة، رغم أنها هي المصدرة للغاز كانت لا تستفيد شيئا. حتى الرئيس الجزائري تبون قالها هذه اتفاقية ظالمة، يعني دولة مثل المروك تستفيد والجزائر لا تستفيد. الآن انقلب السحر على الساحر، الجزائر الآن تتحكم في ثرواتها وتتحكم في الغاز، ومن يريد الغاز يجب عليه أن يقدم ما تريده الجزائر، وعلى رأسها التكنولوجيا. انتهى زمن الغاز مقابل العدس والثوم والبصل والبطاطا، الآن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. إذا لنعود إلى موضوعنا، عبد الله مايغا كان المؤثرين المغاربة وكذلك أبواق المخزن وأيضا الأحرار يأخذون فيديوهاته وكلماته ويقولون بأنه ضد الجزائر وبأن مالي ضد الجزائر. حاولوا التحريض بين الجزائر ومالي، والآن عادت المياه لمجاريها، السفراء قد عادوا والعلاقات ستعود تدريجيا إلى طبيعتها، لأن مالي ليس لها انتماء إلا الجزائر، لأن شمال مالي كله لديه علاقات تاريخية وعلاقات أسرية مع جنوب الجزائر. الأزواج في الدولتين لديهم عائلات متصاهرة، إذا لا تستطيع مالي ولا الجزائر أن تغلق الحدود على بعضهم البعض، لأن العلاقات متجذرة. إذا مايغا رئيس الوزراء المالي كان يقول كلمات بتحريض، نحن نعلم من وراءها فرنسا وكذلك المروك وأيضا الإمارات، كانوا يريدون أن يخربوا علاقات الجزائر مع مالي، والآن قد عادت العلاقات. كانوا يريدون أن يخربوا علاقات الجزائر مع ليبيا، والحمد لله العلاقات طبيعية. أيضا حتى مع تونس التي لديها انتماء تاريخي مع الجزائر ولديها يعني علاقات تاريخية مع الجزائر، أرادوا أن يفسدوا العلاقة ولم ينجحوا. ذهبوا أيضا إلى النيجر، تخيلوا أنهم حاولوا أن يحرضوا رئيس النيجر على منع أنبوب الغاز الذي يمر عبر الجزائر أو عبر النيجر إلى الجزائر، أنبوب الغاز نيجيريا النيجر الجزائر، كانوا يريدون إفشال هذا المشروع، وبالتالي نجاح المشروع المغربي الذي أصلا لن ينجح لأنه يمر على 14 دولة. إذا أرادوا أن يفسدوا هذا المشروع ويفسدوا على النيجر، لأن الرئيس الجزائري في آخر حوار له قال بأن المستفيد الأكبر هي النيجر، لأن الجزائر لديها الطاقة، لديها الغاز، كذلك نيجيريا لديها الطاقة، هي تريد أن تصدر ولكن لديها الطاقة
النيجر هي التي ستستفيد. قال نحن نريد أن نساعد إخواننا في النيجر، يعني الهدف الأسمى هو مساعدة النيجر، ولكن أيضا الجزائر ستستفيد ونيجيريا ستستفيد. تخيلوا أنهم كانوا يريدون أن يغروا النيجر ببعض الأموال لكي تمنع مشروع استراتيجي لهذا البلد، مشروع للتنمية، ولكن الحمد لله استفاق الإخوان في النيجر، وبدأت العلاقات تعود إلى طبيعتها بعد ذلك التحريض، وبعد حادثة البرغدار التي نعلم من كان وراءها هو المخزن بالتأكيد. إذا النيجر أيضا سونالغاز الجزائرية أقامت أو أنشأت محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في ظرف قياسي، وكانت محل إشادة وشكر كبير في النيجر وفي كل الدول الإفريقية، حتى كانت كثير من الدول مثل كوت ديفوار وموريتانيا والسنغال، كثير من الدول طلبت محطات لتوليد الكهرباء مثل التي أقيمت في النيجر. إذا الحمد لله العلاقات مع مالي قد عادت، والآن لا يوجد حل إلا الحوار بين الأزوات وبين الحكومة في باماكو. حتى روسيا قالت للقيادة في مالي إذا أردتم أن ترجع الأمور إلى نصابها فعليكم بالجزائر. الهدوء لن يعم في تلك البلاد إلا بالعودة إلى الجزائر، لأن الجزائر هي صمام الأمان في تلك المنطقة، لأن الجزائر هي القوة الضاربة في تلك المنطقة، شاء من شاء وأبى من أبى، والأدلة كثيرة. كل من يذهب لبعض الوقت يحاول أن يتمرد على الجزائر لكنه يعود مسرعا، لأن الجزائر هي صمام الأمان. الأفارقة أو الإخوة الأفارقة لا يوجد لديهم إلا الحضن الجزائري. الجزائر ليس لديها أطماع في الدول الإفريقية، لأن الجزائر الحمد لله قارة، وكل الدول المجاورة لها ليست بتلك القوة، ومع ذلك الجزائر كانت دائما تحافظ على علاقات طيبة، تحافظ حتى على مصالح هذه الدول داخليا، لأن الجزائر تريد حماية نفسها وحماية جيرانها. أيضا في هذا الباب كانت هناك تدخل قوي للجيش الجزائري، بحيث أنه استطاع بعلاقاته أن يرجع رعية ألماني كان محتجز لمدة أسبوعين في النيجر، وبواسطات جزائرية وبتدخل الجيش الجزائري تم إرجاع هذا الرعية الألماني سالما معافى. كان في القاعدة العسكرية في عين قزام، ثم تم نقله إلى قاعدة بوفريق، وسيعود قريبا إلى ألمانيا. وبالتأكيد الجزائر وألمانيا رأينا علاقتهم القوية، رأينا تدخل أو وساطة الرئيس الألماني لدى الجزائر في قضية بوعلام صنصال التي كانت قنبلة مفقودة، التي كان يريد أن يستعملونها المخزن وفرنسا وبعض من اليمين المتطرف في فرنسا أن يستعملوها كقنبلة لاستفزاز الجزائر، لكن الحمد لله تم تفكيكها. ثم تدخلت الجزائر. إذا وساطة الرئيس الألماني كان لها صدى كبير على الجزائر، لأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال بأن علاقتنا مع ألمانيا علاقة قوية جدا. أيضا هذه الحادثة ستزيد من متانة العلاقات الجزائرية، لأنها ساهمت في إرجاع مختطف ألماني كان يعاني ورجع في صحة جيدة. الساحل ليس منطقة سهلة، لأن فيه الكثير من المجموعات، فيه كثير من الجماعات الإجرامية، يعني أن يعود مواطن سالم فهذا إنجاز كبير للجيش الجزائري، هذا إنجاز يحسب للجيش الجزائري. صعب جدا أن ترجع أي شخص مختطف خصوصا في دول الساحل، لأن الأمر مختلط، ولكن الجزائر بما أنها هي القوة الضاربة استطاعت. المروكي الذي كان دائما ما يحاول أن يجعل الجزائر دولة محاصرة أصبح الآن محاصر، وأصبح شعبه الآن يهرب من بلده نحو من المناطق المحررة نحو المناطق المحتلة. أصبح أبنائه رأيناهم يترجون الأمن الإسباني ألا يرجعوهم. لما ترى مراهق مغربي يبكي لرجل الأمن الإسباني ويقول له أرجوك لا ترجعني لتلك البلاد لأنني لا أطيق العبودية. في الأخير نتمنى منكم فضلا وليس أمرا دعمنا عن طريق الاشتراك والضغط على زر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.